بسم الله. اللهم بارك في هذا العمل واجعله نافعا مباركا، واهدينا واهد متابعينا إلى الخير، اللهم أمين يا رب العالمين. هاي مريومة بتسقي الزرع يا أحلى متابعين مثل ما انتم شايفين. السلام عليكم، كيف حالكم متابعين؟ بحبكم، ما تنسوا تحطوا لايك واشتراك على القناة. اسمعوا كلام مريومة الحلوة الكيوت، ما تنسوا تحطوا لايك واشتراك على قناتنا الجديدة مريم الغزاوية 2. ومريومة كالمعتاد بتحب تفرجيكم الزريعة وحبة البندورة، بس يا خسارة البندورة مثل ما انتم شايفين فضيت منها نشفت. افرجيكم الشجر، يا خسارة نشفت البندورة، مش ضايلة الا الشجرة هاي. بس هي احنا زارعين لسه على الشجر صغير مثل ما انتم شايفين. وشوفوا مريم تفرجيكم انها انقطفت البندورة. هاد صغير، وهي شتلة الريحان، شفت وحدة هاد صغير. هذه شتلة الريحان. والبندورة هيها ما شاء الله لسه صغيرة، فبدها وقت لما تكبر. الكتير زعلنا على البندورة للأسف. وهي زرعتنا، أكلها الدود. ما هي أول ما باكلها اللدود وبعد هيك بتنشف زرعتنا. واليوم بدنا نعجن العجين، نعمل الخبز البلدي. تعالوا نفرجيكم الطريقة على طريقة أمي. وكمان هي اليقطينة، شوفوا ما شاء الله قديش حبات اليقطين بتكبر. شوفوا كيف هذه شتلت كلها يقطين. هيك عملنا لكم جولة بسيطة وخفيفة على روتين الزريعة. وهي كمان قرون الفلفل، شوفوا ما شاء الله مكبرة. هاي قرن الفلفل وهاي قرن، ما لازم مريوم اللي تفرجيكم. وهاي قرن. وكمان هاي البامية، وشوفوا شتلة البامية. مريوم بتحب تفرجيكم بوسي. هاي بوسي. يسعد أوقاتكم يا أحلى متابعين، كيف حالكم؟ كيف أنتم؟ إن شاء الله بصحة وخير وعافية وسلامة إن شاء الله تكونوا. اليوم بدنا نعجن عجين هذا بلدي، عجين بلدي، خبز بلدي. اليوم بدنا نخبز. طبعا هاي بدي أحط عليه الملح، بدي احط عليه الخميرة. طبعا بدي احركه لانه عشان الخميرة الملح ما يفسد الخميرة. وهي الملح زي ما الخميرة زي ما انتم شايفين. طبعا بدنا نحركه عشان الخميرة تفوح في كل الطحين. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي مين قاعدة بتتعلم بدها تعجن. مريومة للصح لها بدها تعجن تساعدني، بس أنا ما أنا مخليها. وهاي بوسي اللي بيسأل عن بوسي، هاي بوسي قاعدة تتفرج على طلع بقت تشرب مية. مريومة بتغلب بوسي يا اخوان. من صبت لها مية عشان تشرب. بتغلبها وبنفس الوقت بتروح بتعبي لها علبة المي تاعتها في بتحط لها فيها مية. وهيك هينا قاعد امي بتعجن العجين مثل ما حكينا لكم الخبز البلدي. بكش الدبان على ستها مريومة. مريومة القيود الحنونة. طلع بوسي وين متخبية، بدها بتحاول بدها تنط من فوق الفرش لمريم. بوسي بوسي تعالي، بوسي تعالي. بالشمشم ريحة العجين البسس يا اخوان، بحبن العجين اللي على الخميرة. عشان ريحة الخميرة بحبنا. عاد احنا دايما بنحط منها العجينة اللي بنعجنها بالخميرة للبس بتاكلها. هاي مريم بتصب مية لستها. يعطيك العافية مريوم. الله يعافيك. يخت عليها الكيوت الحلوة. هذه أحلى بنوتة، أحلى بنوتة. بس خلص يا تيتا، خلص أحلى بنوتة عندي أنا مريومة.
خلينا نعجن العجينة ونرجع لكم يا أحلى متابعين، برعاية طبعا مين؟ مريم. هيك خلصنا العجينة، راح نغطيها ونريحها حتى تخمر ونبلش فيها رق. بعد ما عجننا العجينة وسبناه يرتاح، حبيت افرجيكم الزريعة من الجهة التانية. هاي الملوخية، وهنا احنا خرطناها. اكيد انتوا شفتوا الفيديو اللي طبخنا فيه الملوخية. مريم هي بقول لكم قطعنا منها شوية، يعني قصينا منها شوية وخلينا شوي، وكمان غسلنا هنا الغسيل. وشوفوا البسة بدلها حوالينا، وراح ننشر الغسيل ومساعدة مريم. طبعا مش فاضية مريم مع بوسي زيك يا اخوان، بتضلها ماسكة بوسي وبتضلها تمسكها من ديلها، طمعتها من ديلها. مريم بتغلبني وبتغلب بوسي. هلا راح ننشر الغسيل مثل ما انتم شايفين. هينا نشرنا الغسيل طبعا مثل ما حكيت برفقة مريم. شوف الغسيل كمان قاعد بالصفة، لانه انت مثل ما بتعرفوا ما فيش غسالات، احنا بنغسل على ايدينا. راح اعمل لكم روتيننا اليومي، يوم كامل معكم. شوفوا مريم قاعدة بتعصر، بتلف على الغسيل بتعصره عشان قاعد بنقط مي. خليه مريم هو بالصفة وراح ينشف نص ساعة زمان بكون ناشف، لانه الجو مثل ما انتم شايفين الجو حار. هلا بعد ما ارتاح العجين قاعدة امي بتقطعه مثل ما انتم شايفين بالحجم هاد. كيف انتوا بتحبوا الكابروز زغرو؟ احنا بنحبه وسط. بعد ما بتناولكم ونخلص بعدين محمد يودي مريومة، يعني قصدها انه بعد ما مريومة فرحانة اليوم، بعد ما ترقوا ونخلص بدها تصف العجين وتوديه لمحمد. طبعا احنا ما في عنا فرن، بدنا نوديه للخبازة في المخيم، هي اللي راح تخبز لنا اياه. صح يا مريوم؟ فيعني مش عارفين وقتاش تقعد الخبازة، احيانا بطول، بقعد ساعتين 3 ساعات. بيخرب كمان العجين بالفترة هذه اذا تطول. ان شاء الله ما يكون في حد عندها كتير، يلاقي محمد 2 قدامه وتخبز عشان ما يخرب، يعني بعد التعب اللي تعبناه يخرب العجين. احنا كنا زمان قبل الحرب يا اخوان كان عندنا فرن طينة ونعمل ونخبز عليه، هذا الفرن الطينة. فرن طابون نخبز كنا عليه. واليوم ما فيش يعني هي بنعمل البلاطة تبعته عن طريق الاسمنت. ما فيش شيء كمان، فيش له وقود حطب، يعني احنا دوبنا بنقدر ندبر الطبخة علشان ندبر للخبز. فهو الخبز بياخد حطب كتير، فبنلاقيه اوفر انه بنخبز عند الخبازة اللي في المخيم. صح يا مريم؟ مالك زعلانة؟ مالك الشوب شوبانة تمسح عرقها مريوم. الجو حار مثل ما انتم شايفين، طلعوا كيف ضوءة الشمس. اللي يعطينا طالعة كمان مرة بالفيد، يعني بفرجيهم الشمس. هيا شوفوا مريم بتفرجيكم، هي اللي يعطينا. خليكم معنا نخلص تقطيع العجينة ونرجع لكم. وهلا بعد ما خلصنا التقطيع بلشنا مرحلة الرق مثل ما انتم شايفين. هيهان رقناه بالحجم هيك مثل ما حكيت لكم، احنا بنحب الحجم الوسط، فهو شيء مثل ما انتم شايفين الحجم الوسط. ومريم بقول لكم شوفوا، بتفرجيكم البندورة اللي قطفتها في اول الفيديو. خلينا نخلص كمية رق العجين ونرجع لكم عشان نصفه لمحمد يوديه يخبز لنا. مثل ما انتم شايفين وصلنا لنهاية العجين، خلصناه مثل ما انتم شايفين بالشكل هيك. فراح نصفه لمحمد على الصدر علشان يوديه يخبزه. هينا حطيت الصدر وفوق شريطة علشان نصف العجين، لانه وصلنا مرحلة الخبيز، واحنا مش راح نقدر نصور لكم لانه فرن خاص.
انا مثل ما حكيت مش راح اصور لكم لانه فرن خاص، والخبازة مش راح تخلينا نصور في الفرن، بس راح اصور لكم لما يجي من الخبز. مثل هيك هنا صفينا، راح اخلص صف العجين على الصدر وارجع لكم. وهيك خلصنا صف العجين، وهلقيت محمد بده يحمل الصدر ويريح يخبز عند الخبازة مثل ما حكينا. هاي محمد حمل العجين على راسه وراح يوديه يخبزه عند الخبازة، بس مش راح نقدر نصور لكم لانه مثل ما حكيت الفرن خاص. الله يسهل عليك يا ابو حميد، يا رب ما تطول لتجينا بالعجل ان شاء الله. هلقيت راح نستنى الخبز يجينا مخبوز وجاهز من عند الخبازة، بس ان شاء الله ما يخرب الخبز ويطول. خليكم معنا عشان افرجيكم الخبز للنهائي. هاي جا ابو حميد، يعطيك العافية يا ابو حميد. الله يعطيك، الله يعافيك. اجا من الخبز، مش حكينا لكم احنا راح نزل على الارض، نزل على راسك يا ابو حميد. هات اشوف الخبز ما شاء الله، نكشف عليه سخن مثل النار يا اخوان. شوفوا ما شاء الله ما شاء الله، خبزنا البلدي راح نحطه يبرد. وهني فرضت الخبز يبرد علشان اعبيه، وهنا مريومة قاعدة بتفطر. هو احنا هلقيت مرحلة الغدا بس عشان ما فطرناش. مريوم بدها غير انا اتاكل منها. وشوفوا مين بدي افرجيكم، مين قاعد بخبط على بوسي قاعدة بتخبط من الجهة الثانية على مريم، ومش راضية تخلي مريم تاكل. وهان هرسة الفلفل، طبعا هاد مشترى، فيش عنا فلفل فريش. وهنا بيض، خالها محمد قال لها البيض وطلع. وبوسي مش راضية تخلي مريم تاكل، طلعوا كيف بتخبط فيها. افرجيكم اصلا هي كمان مع الشوب البس مش عارفة تقعد، فملاقية مريم قدامها. يلا يا مريم ايش بتحبي تحكي للمتابعين؟ تحطوا لايك واشتراك على القناة. قبل ما نطلع من الفيديو ما تنسي يا اخوان تحطوا لايك واشتراك على قناتنا الجديدة مريم الغزاوية 2، ومع السلامة. السلامة. طيب.